هنعمل بقى مع بعض البتنجان الحيران. انا سميته البتنجان الحيران لان انا جربت طرق كتير قوي وما نفعش معايا. قشرت البتنجانيه كده وقطعتها قطع متساويه، ولا هي رفيعه ولا هي سميكه قوي. والفرشه طبعا الله يرحمها ايديها توفت، يعني الاولاد خلعوها مش عارفه مكانها. هنحط كده بس، يعني هي شغاله برضو. هنحط حوالي معلقتين زيت، وهندهن كويس الظهر والوش بتاع البتنجانيه. وانا جربت مرات كتيره قوي ولا مره فلحت غير المره دي الحمد لله يعني. وجربت على فكره كمان بالقشر بتاعه النهارده، يعني عملت تاني بتنجان تاني عشان اشوف هتنفع بالقشر ولا لا. طلعه جميله قوي. وكمان في النهارده عملت على الشبكه، يعني انا في وصفه في الفيديو ده كده انا كنت عاملاها من غير الشبكه، لان قلت ايه هحط معلقتين زيت في قلب القلايه نفسها من تحت كمان. عشان ايه، انا سالت ناس كتير ولقيت ناس كتير كاتبه في الكومنتات ان لازم يبقى معاها زيت برضو. هو طبعا مهما كان معاها زيت هو مش هيبقى زي الزيت اللي في الطاسه اللي هي بتمتص كله وبتشفطه. هنا كان كل البتنجانيه كده عملناها وش وظهر في الزيت. طبعا هتعمليها بفرشه بقى، تعمليها كده يمين شمال. هنا اصلا القلايه كان فيها معلقتين زيت كده كانوا نازلين من على الشبكه من البطاطس، فقلت خلاص هستفيد بيهم. طبعا اللي هيحط الشبكه باقي الزيت هيتصفى، البتنجان هيطلع اخف من ده. لكن الطعم اللي طالع مع ده اللي طالع بالظبط بالظبط زي المقلي في الزيت جدا. انما اللي كنت حطاه على الشبكه طالع حلو وجميل قوي، بس مش زي اللي في الزيت بالظبط. فلو عايزينه زي طعم اللي في الزيت بالظبط المقلي العادي هتعملوها كده. هنا انا كنت مسخنه الاير فراير اصلا. الناس قالت في الكومنتات ان احنا هنعلي الحراره ل 200 ونسيبها 10 دقايق. انا سبتها وبعدين طبعا فتحت قلبتها في النص. ده طبعا انا كنت قلبته. نجرب بقى الطعم. نجيب طبق تاني عشان ده فيه زيت. طري اهو وخفيف، يعني اخف من لسه هنشوف بقى مع الاكل. انا حطيت عليه رشه ملح وحطيته في رغيف عيش بلدي. ندوق بقى بسم الله. سخن قوي وحلو قوي. انا عملته اكتر من 10 مرات وكنت برميه. اول مره الطعم يطلع حلو كده زي المقلي بالظبط، بس الفكره ان ده شارب معلقتين زيت او 3 معالق بالكتير، انما البتنجان التاني بيشفط الطاسه كلها. هنشوف الباقي بقى. شكله ظاهر. طبعا اللي عايز يحط الشبكه يحطها، بس انا قلت ايه، انا المره دي هعمله كده عشان خاطر انا ايه خسرت بتنجان كتير بصراحه قبل كده، فقلت هغير الطريقه بقى، فنجحت الحمد لله.